انا سميتي النجم الحسن، والد اللاعب النجم السي محمد، لاعب في الوداد. تيصرح بواحد الفيديو قال لهم با ميت، انا باقي على قيد الحياه، وهو راه غالط بزاف. يقول لهم انا بدري خالتي اللي كبرتني، اليوم انا راه كبرت عند خالتي، هو راه ما كبرش عند خالته، انا اللي كبرته. وهو ملي كان لاعب في خنيفره، وانا هو السبب حتى دخلته لخنيفره، انا اللي وقفت معاه ملي كنت انا خدام في رزازات. ودابا ملي سميتو قال لهم با ميت. وعلاش اودي انا تقتلني وانا باقي في الحياه؟ علاش؟ شنو هو السبب؟ بغيتي السبب اجي عندي نتفاضل انا وياك، عندي الحجوج، عندي كل شيء، وعندي التواصل باش نصيفط لك. انا حتى كبرتي دابا، علاش تقول لهم انا باقي راه هو ميت؟ علاش؟ وانا في عمري دابا 65، ودابا انا بغيت نشوفو ما حد ما مت. وعلاش هو يقتلني وانا باقي في الحياه؟ علاش؟ علاش؟ انا هو اب او ناجم محمد، انا هو باه وناجم. شحال ما شتي ولدك؟ شي 10 سنين هذوز، اكثر شي 15 عام نقول لك. ملي كان كيلعب معاه؟ لا بدا معاه خنيفره، في ذاك الوقت ما عمرك شتيه؟ ما عمري شفتو. والمشي فين انت شتيه؟ انت جاتك هذه الفكره ديال انك تبان لهم بالفيديو، واش من بعد ما شتي في الفيديو ديال التصريح ديالو اييه انت كنتي كتابعو قبل؟ اييه كنت نتابعو انا، وكنت نصيفط ليه سميتو راه خالت باه باش يتواصل معايا، والو قال لهم باي ميت. وعلاش قاتلني وانا باقي في الحياه؟ علاش؟ اشنو هو السبب؟ اش درت ليه؟ علاش؟ ودابا ولدي اللي تسمعني اجي انا وياك نتقابلوا ونقول لك الصور القديمة لناجم محمد لاعب الوداد وهو صغير في أحضانه وفي أحضان أمه، وهو ما حاول دائما لاعب الوداد إخفاءه على عشاقه ومتابعيه من الجمهور الودادي. أجزاء كثيرة حاولنا أن ننقلها لمهنيتنا في نقل الحقيقة ومطالبة لاعب الوداد للدفاع عن نفسه من هذه التصريحات المخجلة في حق لاعب حقق الكثير لجمهور الوداد والشعب المغربي، بينما عجز عن تحقيق أولى خطوات الجنة.